اللي بيدخل في بيت الكراتين ده ما بيخرجش منه تاني، وصاحب الاختراع ده بيكون قاعد جواه ومش عارف يطلع، ومراته بتحاول تكسر الكراتين عشان يخرج بس بيزعلها وبيطلب منها انها تتوقف عشان تعرف الاختراع ده، وبقاله 5 شهور بيعمل فيه، وبولاني من جوه كبير جدا، فبتتصل بصحابه وبيجيبوا معاهم صحفيين عشان يصوروا اللي بيحصل، فبيقرروا يدخلوا ويشوفوا فيه ايه، واول ما بيدخلوا بيلاقوا شارع قدامهم وعالم تاني خالص، وبيكونوا في حاله ذهول من اللي شايفينه، وفي ولد لما بيحط ايده على الكرتونه بيتصاب وبيتعور، والدم كمان لما بينزل على الورق بيمتص الدم، وبيلاقي زرار مكتوب عليه ممنوع اللمس، والصحفي بيكون موجود وبيصور كل حاجه، والبنت بيكون عندها فضول وبتدوس على الزرار وفجاه بيطلع شاكوش وبيضربه تحت الحزام، ولما بيدخلوا الاوضه التانيه بيلاقوا وحش من الكراتين عمال يطلع دخان وورق من بقه، وبيزيد الورق جدا لحد ما بيغرقوا، وبيلاقي كمان ان الباب اللي دخلوا منه بيتقفل، وبكده الموضوع عمال يسوء اكتر، وكل ده هما بيدوروا على مخرج يخرجوا من الكراتين دي، وفي الاخر بيدخلوا ببقه وبيلاقوا برضه عالم تاني خالص، وفي بنت بتدوس على زرار غصب عنها، فجاه البنت بتبدا تتنفخ وفي الاخر بيتفرع ورق، وزمايلها لما بيشوفوها بيفضلوا يصرخوا، وفي ولد ما بياخدش باله من الحبل ده وبيعدي عليه، وفجاه بينزل عليه سيف وبيخلص عليه، وفي بنت بتزهق من اللي بيحصل وبتمسك قطر وبتحاول تقطع الكرتونه، بس بيفضل يجي عليهم ورق كتير جدا، ولما بيخرجوا من الفتحه اللي فتحوها بيلاقوا برضه ان في اوضه تانيه، وفي بنت بتسال صاحب الاختراع ده انت عملت وحوش وبيوت كتير قوي كده ليه؟ وبلاقي انا كنت عامل كراتين وفيها سلوك كهرباء وما اعرفش انها تقلب بجد، وبيكون في كرتونه سوداء وبينط فيها، وبيكون ما عندهمش غير حل غير انهم ينطوا وراه، وبينزلوا من منصور الصرف الصحي، وبعد ما بيخرجوا بيلاقوا دماء وحوش صغيره، وبعد ما بيقتلوهم كلهم البيت بيتهد عليهم، وبيقدروا اخيرا يخرجوا بعد معجزه.